السلام عليكم. بمناسبة التوقف الدولي طبعا مش هنوقف الوثائقيات اللي كنا بنعملها. الوثائقيات معناها ان انا بختار شخص احاول اكلمكم عنه وعن تاريخ حياته. والنهارده اخترت شخص مهم بالنسبة للأهلاوية وخصوصا اليومين دول ترندي شوية وهو سيد محمد عبد الحفيظ، مواليد 27 أكتوبر سنة 77. سيد عبد الحفيظ زيه زي أي حد دخل اختبارات الناشئين في النادي الأهلي ونجح إن هو يعدي الاختبارات دي سنة 89. اتدرب على فكرة مع مدربين كويسين قوي وهو في الناشئين زي حسام البدري وقتها، مختار ورمضان السيد. فضل مع الناشئين لحد ما وصل سنة 96 97. وقتها كان أول تصعيد ليه للفريق الأول. بس في الفترة ديت سيد عبد الحفيظ ما كانش بيبقى في الناشئين بس، لكن كمان اتاخد في كل المراحل العمرية بتاعة منتخب مصر. يعني مثلا كابتن سيد الطباخ خده في الناشئين تحت 16 سنة، وكمان بعديها كابتن حلمي طولان خده في المنتخب الأولمبي. لعب مع منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي 68 ماتش وجاب فيهم 18 هدف. سيد حفيظ لعب أول ماتش ليه مع النادي الأهلي في 27 إبريل سنة 1997. كان ماتش قبل نهائي كاس مصر، والاهلي على فكره كسب الماتش ده 3-1. وبرده كان زي ما بقول لكم كان باين ان ده هيبقى لعيب كبير وليه شأن كبير قوي في النادي الاهلي كلاعب. محدش كان طبعا شايف فيه الحته التانيه اللي احنا شفناها بعد كده. بس هل الحته دي كملت؟ للاسف لا. لعنه الاصابات صابت سيد عبد الحفيظ لفترات طويله قوي، لدرجه ان هو قال قبل كده ان هو عمل 9 عمليات في ركبتيه الاتنين، وقال لك كان في اصابات منهم بتقعد بالست شهور غياب عن الملاعب. طبعا ده عدد كبير قوي ويدمر اي لعيب، وفعلا ده اللي خلى سيد عبد الحفيظ ما كملش في الملاعب كتير واعتزل بدري. مسيرة كابتن سيد عبد الحفيظ ما استمرتش كتير في الملاعب، تقريبا كانت 10 سنين. في خلال الفترة ديت لعب تقريبا برضو حوالي 207 مباراة وسجل فيهم حوالي 33 هدف. طبعا احنا فاكرين له هدفين مهمين قوي، منهم مثلا الهدف اللي كان في اياب مباراة قبل نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الترجي التونسي، وطبعا كمان مباراة ذهاب النهائي قدام صن داونز في نفس البطولة ديت اللي هي بطولة افريقيا 2001. لحد ما وصلنا لموسم 2005. وقتها الاهلي قرر ان هو يطلع سيد عبد الحفيظ اعارة لنادي الوحدة السعودي. وقتها الاهلي خفض مطالبه جدا عشان سيد عبد الحفيظ يستفاد ماديا في نهاية مشواره الكروي، مع ان على فكرة وقتها كان عنده 29 سنة بس. وفعلا في موسم 2005 2006 راح لعب، بس لعب 3 شهور بس مع نادي الوحدة السعودي ورجع تاني على النادي الاهلي عشان يعتزل في النادي الاهلي في موسم 2005 2006 وهو عنده 28 سنة 29 سنة. حقق سيد عبد الحفيظ في مسيرته مع النادي الاهلي 14 لقب، خد 6 دوري عام، خد 2 دوري ابطال افريقيا، 2 كاس مصر، 2 سوبر مصري، 1 سوبر افريقي، وكمان 1 كاس النخبه العربيه. بالاضافه كمان ان هو حقق انجازات فرديه زي افضل ناشئ في مصر موسم 96 97، وكمان افضل لاعب في مصر موسم 97 98، وكمان تاني افضل لاعب في مصر موسم 98 99. بالرغم من مسيرته القصيره لكن هو كمان شارك مع المنتخب تقريبا في 28 مباراه سجل فيهم 6 اهداف بس. لعب بطوله افريقيا وكمان لعب تصفيات كاس عالم لحد يوم ماتش اعتزاله اللي اتلعب يوم 12/9/2006. وقتها اتلعب في الملعب بتاع المقاولين العرب. على فكره حضر فيه نجوم كتير الماتش دوت، ماتش الاعتزال، وكان ماتش اعتزال يليق بسيد عبد الحفيظ. بعديها الاهلي قرر ان اللعيب ده لازم يكمل، شخصيته باينه يا جماعه ان هو هيبقى قيادي وهيبقى حاجه كويسه في النادي الاهلي. قرر وقتها ان هو يمسك مدير اكاديميه النادي الاهلي بالمنصوره، فرع المنصوره، وفعلا راح هناك ونجح. ونجاحاته ديت خلت الكابتن محمود الخطيب في 2010 وفي قعده كانوا بيقرروا فيها مين هيبقى مدير كوره. وقتها هو سيد حفيظ نفسه كان مرشح هادي خشبه للمنصب دوت وشايف ان هو الاحق، ولكن فوجئ بكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيرشحه هو للمركز دوت. وفعلا سيد الحفيظ بقى مدير كوره للنادي الاهلي في 2010. فضل يتناوب على المنصب دوت، فضل مره ومشي ورجع تاني ومشي وهكذا،
لحد ما حط نفسه في مكانه ان الناس بقت بتقول عليه احسن مدير كوره مسك في الفتره الاخيره. طبعا مالناش دعوه بالناس القديمه، ثابت البطل وطارق سليم والعمالقه دول، بس في العهد الحديث الناس بقوا يقولوا ان هو احسن واحد مسك المنصب ده. وكان مع كل مشكله تحصل في النادي الاهلي وهو مش موجود عايزين سيد عبد الحفيظ، لحد ما دلوقتي وصل ان هو بقى داخل مجلس الاداره، بقى ماسك ملف الكوره ده على فكره بحب الناس، حب الناس وحب جماهير الاهلي بالذات. جماهير الاهلي لما بتحب حد بترفعه جدا جدا جدا. يعني انا متاكد وصول سيد عبد الحفيظ للمكان ده بسبب حب جماهير الاهلي ليه. هي اللي جماهير الاهلي هي اللي بتصيط اي حد. خليك كويس مع جماهير الاهلي، وخليه جماهير الاهلي تحس ان انت بتحب النادي بجد، وصدقني جماهير الاهلي دي هي اللي هتحطك في احسن المناصب. وهو دايما على فكره بيقول الكلمه دي، بيقول لك انا هنا بفضل الاهلي وبفضل جماهير الاهلي، وهو بصراحه عمره ما انكر ده، وفي نفس الوقت جماهير الاهلي شايلاله الكلام دوت جدا. حاولت ان انا اكون مختصر ان انا اعرفكم مين هو سيد عبد الحفيظ، وهو فعلا يستحق ان الواحد يفضل يتكلم عليه لفترات طويله كمان، مش فيديو دقايق. ولكن احنا كده وصلنا نهايه الفيديو بتاعنا، وان شاء الله كل ما هيبقى فيه فرصه او توقف دولي ان انا اعمل وثائقي عن نجم جديد هعمل كده، وان شاء الله هعرفكم نجوم كتير وتاريخهم ايه وازاي وصلوا اللي هم فيه دلوقتي، وبرده باختصار. اتمنى ان اكون عرفتكم معلومات جديده اول مره تعرفوها. اشوفكم فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.